للحديث حول نتائج مؤتمر التوثيق. يسعدنا أن يكون معنا الزميل الإعلامي مبارك الشهري. مبارك، مساء الخير. مساء النور حبيبي خالد، كيف حالك؟ امسي عليك ومسي على المستمعين والمشاهدين الكرام. حياك الله زميل مبارك. زميل مبارك، الجدل الذي يعني استمر طويلا انتهى، ولكن نهايته قد تثير جدلا آخرا فيما يتعلق بتوثيق البطولات. والله للامانه زميلي خالد، انه انا اشوف انه النظره العامه هي نظره يعني مرضيه للنتائج اللي ظهرت عليها اللجنه، وانا ما اعتقد انها لجنه، انا اشوف انه مشروع عظيم صراحه ومشروع كبير. وثق البطولات من المؤسس غفر الله له الى يومنا الحاضر، وهذا ما كان يبحث عنها الانديه الكبيره، في انه تاريخها ومنجزاتها وتعب نجومها ما راح سدى، مع احترامي مثل اللجان السابقه. ولكن هذه اللجنه قليل الصخب عليها، لانه باختصار الأندية نفسها من خلال ممثليها هي اللي وضعت المعايير، فبالتالي نتائج التوثيق هي بناء على المعايير اللي وضعتها الأندية نفسها. طيب، الأهلي ما دامك ذكرت المعايير، الأهلي من قلعة الكؤوس إلى عدد قليل من البطولات، وأصبح الهلال هو الأكثر تتويجا بكؤوس الملك. أتفق معك تماما، لأنه ارتأى الأهلي أن يكون المعيار اللي من خلاله سحبت بعض البطولات من مسمى بطولة كأس الملك إلى الدوري، وهو الأهلي أساسا هو اللي رفع هذه القائمة وهذه السجل الشرفي من خلال حساباته الرسمية، وممثلهم أو ممثليهم في لجنة التوثيق هم مشوا على المعيار اللي وضعه الأهلي. لأنه أنا أشوف أنه لجنة التوثيق أو مشروع التوثيق اللي شفناه اليوم، أنا أشوف أنه عمل توافقي من جميع الأعضاء، وبالتالي ما دام أنه النادي الأهلي، ما دام تتكلم عن النادي الأهلي، ما دام أنه هو اللي رغب في أنه يعني يقل عدد بطولات كأس الملك وتتحول إلى الدوري، بالعكس هذا شأنهم. وأنا أشوف أنه ما فيه اختلاف، لأنه ما اختلفت عن معايير البطولات الأخرى بالنسبة للبطولات الثانية أو الأندية الثانية. طيب، في تغريدة خاصة لك أشدت بالزميل سعيد أبو داهش، وهو ممثل نادي النصر في هذا المشروع، وهناك من يقول أن محبي ومتابعي ومشجعي وأعلامي أيضا نادي النصر لم يكونوا مقتنعين بهذا التوثيق أو بنتائج هذا التوثيق فيما يتعلق بنادي النصر. أنا ما شفت صراحة غضب من التوثيق بطولات نادي النصر، ولكن اتحدث عن الزميل سعيد ابو داش، هو زميل قبل ما يكون موجود في مشروع التوثيق او ممثل النصر في التوثيق. اللي قام فيه الكابتن او الاستاذ سعيد صراحه، ابو تركي قدم مجهود، وترى على فكره يعني ما هو اللي في الواجهه، ولكن هو استعان ببعض الموثقين اللي الراصدين لتاريخ نادي النصر، وما قصروا معاه صراحه. وايضا في اجتهاد شخصي من الكابتن سعيد، من الاستاذ سعيد، انه اتجه لعده مصادر معلومات من خلالها وثق تاريخ النصر يعني طوال الفترات الماضية واللجان السابقة كان الخلاف فقط على توثيق بطولة المناطق اللي هي كان النصر مسيطر عليها في المنطقة الوسطى. وبالتالي المعايير الجديدة والتوثيق اللي تم المشروع، ما دام انه وثق هذه البطولات، فبالتالي انا اشوف انه الرضا كامل بوجهة نظري انا على الصعيد الشخصي. وجهة النظر انا اشوف انها مرضية تماما ونتائجها مرضية تماما. طيب مبارك، يعني الملاحظ من خلال حديثك أن نادي النصر ويمكن بقية الأندية كان التركيز في هذا المشروع على أن تحفظ لهم بطولات الدوري. ما في شك بطولة الدوري هي واجهة الدوريات على مستوى البطولات على مستوى العالم. انت اذا تتعاقد مع لاعب اجنبي، هو بيسأل عن بطولات الدوري، هو في المقام الاول. فبالتالي انا اشوف، ليش اقول لك الرضا كامل؟ لانه ما في خلافات، ما في صدامات صارت ما بين الانديه ولجنه التوثيق كما صار في المشاريع السابقه. والمشاريع السابقه شفنا كيف الغيت نتائجها وما توصلت اليه، والغيت اللجان نفسها. اليوم احنا امام لجنه جديده او موثوق او مشروع جديد. ليش نسبه الرضا هذه عاليه؟ لانه في الورش خلال السنتين الماضيه انا كنت متابع دقيق جدا للورش العمل اللي كانت تقام خلال السنتين الماضيه، وكان الامر تصويت
يعني معيار انت يا النادي تبغى بطولاتك، توثق بطولاتك، اوكي جيب بطولاتك واعطيني معيارك اللي انت تبني عليه، تبغاني اوثق هذه البطوله لك، اعطيني معيارك، وفي ورشه العمل احنا نصوت على هذا المعيار. في حال انه كان في اجماع او الاغلبيه راح يعتمد هذا المعيار ضمن بطولات ضمن المشروع، وهذا اللي تم. فبالتالي انت شايف الرضا الكامل او نقول 90% من موجه الرضا بسبب هذه المعايير، لانه الانديه هي من وضعت المعايير. اللهم انه لجنه التوثيق اللي موجوده كانت فقط رقابيه وتنظيميه فقط لا غير. طيب سؤال أخير وأتمنى الإجابة تكون باختصار. هل يعني نقول أن اليوم انتهت الإشكالية التي كانت تدور حول مشروع توثيق البطولات؟ المفترض، لانه الاستاذ عبد الاله النجيمي قالها بصريح العباره: من يخالف هذه المعايير والبطولات اللي نشرت يتحمل تبعات هذا، لانه يعتبر تشويه للتاريخ. فانا اشوف انه اليوم سلطه لجنه مشروع التوثيق او اداره مشروع التوثيق، السلطه اللي هي نشرت النتائج وايضا فرضت على الاعلام وعلى المتابعين العمل بهذه النتائج، لان الانديه اساسا لم تنشر هذه النتائج الا بموافقه العمل، بموافقه اللجنه وبموافقه الانديه. فبالتالي انا اشوف نسبه الرضا عاليه، وايضا اتمنى من الاعلاميين انه يستقون معلوماتهم ليست من اللجان السابقه، يستقون معلوماتهم وتاريخ الانديه من خلال نتائج مشروع توثيق البطولات السعوديه. الزميل مبارك الشهري الإعلامي الرياضي، شكرا لك، وقد كنت معنا في هذه النشرة متحدثا عن مشروع توثيق البطولات لتاريخ كرة القدم السعودية.